السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة عاد روتين مختلف تماما، يعني كل الفيديوهات اللي فاتت حمادة، وفيديو النهاردة حمادة تاني خالص، أو حمادة مات من التعب. إني تعب والله وإيدي باظت بعد الفيديو ده. تعالوا النهاردة حنطفوا مع بعضنا الحوش. دي الأداة اللي استخدمتها. دي السلاح بتاعي، دي الصباطة اللي أنا نظفت بيها. تعالوا النهاردة الحوش عاد عايز له دعكة، ما لازم أعيد، يعني جات عليه، ما كل حاجة في البيت عيدت تقريبا إلا أنا اللي من التعب مش هنعرف نعيد. يعني ربنا يستر. فيلا النهاردة ندوا عاد الحوش دعكة نظيفة، ندعكوه دعكة نظيفة. فاكرين الحاجات اللي أنا طلعتها من البيت، الهدوم القديمة والجزم والكراكيب وكل حاجة قديمة، لما جبت كيس وقعدت اللملم كل ده حطيتها في الحوش. كل ده لميتها طلعتها من البيت حطيتها في الحوش. فجاء الوقت اللي أنا دلوقتي قاعدة أتصرف فيهن، لأن خلاص الحوش عايز يتنظف، فلازم ننظفه. لو انت اول مره تشوفيني، انا ام المعتصم، ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغافلق. ما تنسيش تحطي لي اللايك الزين عادي بتاعك، لان اللايك مهم يرفع لي الفيديو. ما تنسيش تكتبي كومنت بدعوه حلوه، بذكر الله، برايك، باي حاجه. ولك بالمثل يا رب ان شاء الله. تعالي عاد وتشتركي، اهم حاجه تشتركي في القناه. تعالي يلا عاد نشوفوا الدعكه دي حتتلم ازاي، او انا حنسيطر على الوضع ازاي. هل حنسيطر؟ مش عارف، حنحاول. بصوا، اول حاجه نجيب نلم الكراكيب، الجزايز الفاضيه والحاجات البلاستيك وعلب السمنه الفاضيه والحاجات دي كلها. انا ابدا نلمها ونحطها في شواله، لان دي مش هنرميها في زباله ولا نولع فيها النار. دي ندوها للراجل بتاع الروبابيكيا ونجيبه بدل سلك مواعين. يعني ده احنا ناس نحبوا عاده التدوير. مش هنضيعوا اي حاجه يعني. فده اروح نلمه في شواله ونروح ندوه للراجل بتاع الروبابيكيا، يدينا بدالة كمية سلك مواعين حلوة يعني تقعد. فالحاجات اللي زي كده أنا مش هنرميها، نحوشها في شوالة ونروح نديها لها. تمام. وبعدين جيت مسكت عاد ركن. المفروض الحاجات اللي هتطلع من الحوش دي، ورق الشجر ده كله والورق ده كله، بصوا هو المعظم ورق شجر. أساسا إحنا زارعين شجر في الحوش لسبب لا يعلمه إلا الله. يعني لا هو شجر مثمر ولا هو شجر مش فايدنا بأي حاجة والله. يعني عايزة نقول لكم إلا إن هو دعك لنا البيت، دعك لنا الحوش يعني بالطريقة دي. وإن أنا كل فترة لازم نعمل الدعكة دي، ولازم ننظف، ولازم بسبب ورق الشجر. المهم إن ورق الشجر ده المفروض إني يعني ياخد حد الناس اللي عندها فرن حمية، اللي هي تخبز الرخام في فرن طين أو فرن حمية. أنا ما عنديش فرن حمية، أنا عندي فرن أنبوبة، اللي هي الفرن الحديد أنا أخبز فيها، اللي هي شغالة بالغاز بأنبوبة البوتاجاز. ولكن ده كنز. ده كنز للناس اللي عندها فرن حمية بصراحة. يعني يولعوا بالفرن بدل الوقيد كده، أو هو وقيد بديل يعني، يولع الفرن ممتاز يعني. انا كل فتره كنت ناخده نعبيه في شوايل ونديه لحماتي، نديه لصورتي، نديه لجيراننا، نديه لاي حد. ولكن مع خدمه العيد ومع الدعكه، واني انا ليا فتره باذله مجهود بصراحه، ورجلي اصلا وجعاني. لو انتوا ركزتوا في الفيديو هنا هتلاقوني لابسه كوتشي ماشي بيه، ده كوتشي طبي، مش عارفه نتحرك في البيت خالص بصراحه من وجع رجلي يعني. فلابساه عشان نعمل، فما كانش في فرصة اني انا نعبي في شوايل ونلم ونطلع وبتاع. فاستسهلت عاد ولعت في النار. بص هنا وردي الجيني ماسكة الصباطة القصيرة وحانية ظهري وكده. فقال لي امسكي يا ماما دي. قلت له الله يبارك لك، والله العظيم حاسس بيها. راح جاب لي الصباطة الكبيرة اللي هو قعدت نكنس بيها انا واقفة يعني. ففرقت معايا يعني. جدع الولد ده والله العظيم، حاسس بأمه. المهم قعدت نلم عاد بصوا كتير يعني، فعلا كتير، لان انا ليا فتره ما نظفتهاش. ف... فكل ما نكنس شويه، مش الصباطه مش راضيه تفوت، مش راضيه تمشي يعني. فروحت نروح نجيب الجردل نعبي في الجردل ونبعد يعني نشيل، نعبي ونشيل. هتشوفوا دلوقتي عملت عملت كوم، عملت جبل. عملت جبل من ورق الشجر يعني. تمام. فقعدت كل فترة نعبي، وعمالة نعبي بحذر موت يعني. أنا هنا مسرعة الفيديو، ولكن ما تشوفوني على الطبيعة خايفة. لأني يبقى فيه دبيب وعقارب وحاجات. المكان ده يبقى مليان حاجات بصراحة. فنقعد نشتغل فيه بحذر يعني. أنا أبقى خايفة موت. حتى وردي قاعد حواليا وقاعد جنبي، أنا خايفة، عمالة نقول له ابعد ما تجيش، اقعد في المكان النظيف، ما تجيش ناحيتي. لأن المكان فعلا يبقى مليان يعني عقارب وحاجات زي كده. ربنا جسمي يقشعر والله يا اخوان انا من السيرة دي. بس فقعدت عاد كل ما نمشي خطوة لازم نلاقي كراكيب ونلاقي دعكة ونلاقي هيصة ولازم نلم.
هنا ما نفعتش مع المكنسة، الحتة دي كانت مكرسة كده، كانت مليانة، فرحت جبت عصاية، قعدت نكنس بالعصاية. والله عايزة نقول لكم إن إيدي باظت، إيدي اتجرحت وتخدشت كده والوضع بقى صعب. يعني هتقولوا لي ليه لبستيش جوانتي ولا جلاز؟ مش هنعرف مش هنعرف ننظف يعني. لازم بإيدي كده، لازم بالإحساس، عارفين، لازم بالإحساس يعني إن أنا نعمل. والكمية كانت يعني كبيرة، والوقت كان طويل، يعني يمكن أنا واخدة فيه 3 ساعات مثلا أنظف فيه. يعني المفروض إني أنا لسه معايا حاجات تاني وتنظيفات تاني في البيت، عملت ده وتعبت، مش قادرة نعمل أي حاجة تاني. هنا الجردل ما جابش نتيجة معاي، مش لامم، مش مسيطر على الأمور الجردل. رحت جبت الطشت بقيت نعبي فيه ونشيل، نعبي ونشيل كمية والله. عارفين يعني ده لو هيتعبى في شوايل يعني يمكن يعمل له ولا 12 شوالة مثلا، يتعبى في 12 شوالة يمكن. فقعدت نلم وانا خايفة، عمالة ندعبس كده في الارض يعني. وبعدين ايه نروح ندعبس ونلم يعني. الحوش ده لما ينضف يديني إيحاء حلو إن البيت نظيف يعني. والله إن هو مش خالط على بيتنا، يعني هو لاصق في بيتنا كده، بس إن الحوش نظيف. أنا داخلة طالعة عليه طبعا طول الوقت، أنا داخلة طالعة فيه الحوش ده، لأن فيه الطير وندخل ونطلع على الطير. في أي حاجة فيه حبال غسيلة ندخل ننشر فيه برضو. فأنا يعني إحنا شغالين فيه الحوش ده، قاعدين فيه يعني متعايشين فيه. فلما يبقى نظيف يفرق معايا في نفسيتي خالص. انا عموما المكان النظيف يحسن نفسيتي يعني كده، يروق نفسيتي. فانه هو ينظف ده حاجه مش سهله، حاجه مش بالسهل، مش هتحصل بالسهل يعني، فاهمين؟ حاجه مش بالسهل ان هي تحصل ولا بالسهل ان هي تتعمل. فدفعت الثمن في ايدي، بقى شايله الهم ازاي هنكمل تنظيف وايدي اللي وجعاني دي يعني. فالمهم رحت اسمه ايه ده، ورق الشجر ده كله لميت عاد وخلصته. وادي كان في القم عيش مرمية على الارض، قعدت نشيلها لان العيش ده انا نيخه ونديه للطير يعني برضه. انتوا عارفين انا ورق الشجر ده في الاخر رحت يعني اديته النار، ولعت فيه النار. لاني زي ما قلت لكم انا تعبانه، مش قادره اني انا ده كميه كبيره فعلا يعني. انا زي ما قلت لكم يعمل لي يمكن 10 12 شواله. فقررت ايه اني انا حنولع فيه النار. بس عارفين انا والله حسيت بالذنب يعني حسيت بالذنب لما ولعت فيه النار. بس زي ما قلت لكم الكميه كبيره قوي على اني هنقعد نعبي فيها ونشيل ونطلع. يعني انا صحيا مش قادره يعني، رجلي وجعاني ومش قادره. لكن رحت اول ما يعني ولعت في النار، هي عوده وتمام وخلصت منها، خلص موضوعها. لكن لما اديت النار حسيت بالذنب، اني لو حد خده واستفاد بيه وحميله يمكن حميتين ثلاثه، يمكن يخبز له خبزتين ثلاثه بيه. اني لو حد خده وولع بيه الفرن بتاعته اكيد كان حيستفيد بيه اكتر وكان لكن معليش إجيات أكتر أكيد إجيات أكتر بإذن الله. وأكيد إن شاء الله المرة الجاية نحاول إني أول بأول نعبيه في شوايل ونديه لأي حد يستفيد بيه. لأني أنا نحب إعادة التدوير، عارفين أنا أي ورق اللمة ما نرضاش نرميه. أي بلاستيك اللمة ما نرضاش نرميه في الزبالة برضو. أنا نحب إعادة التدوير، الحاجة اللي فيه منها استفادة أو نقدر نستفيد منها نستفيد منها. قد هنا رحت ولعت فيهن النار وايه وخلصت منهن. بصي لو انتي وصلت معايا هنا سيبيلي كومنت بدعوة حلوة، وما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتنوريني وتقولي لي انتي من وين. والسلام عليكم، عشان انا تعبت ورغيت كتير فكفاية. السلام عليكم.